والسلام عليكم. حلقه جديده من مزمزه كوره تقديم ابو زيزو، باذن الله تعجبكم فيديو جديد من مزمزه في الفانتزي ما قبل الجوله 22. واخيرا عوده بعد غياب طويل، بعد غياب تقريبا 10 جولات، بعد غياب من الجوله ال 11 نعود تاني لفيديوهات الفانتزي دي بعد فتره كانت صعبه شويه، وكمان يعني مش في الحياه بس، لا كمان في اللعبه كانت مثلا الجوله اللي فاتت تحس انها كانت ممطوطه، وكان في جولات فيها ضغط غير طبيعي. فان شاء الله كل حاجه هترجع تاني لوضعها الطبيعي من اول الجوله اللي جايه دي. والاهم من كده الحمد لله هرجع اتكلم في الفيديوهات، وان شاء الله تكون كده بدايتنا بجوله لذيذه. كالعاده الفيديو بتاعنا النهارده هيبقى بنتكلم عن جزئين، الجزء الاول وهو ايه الماتشات المستهدفه وايه اللعيبه اللي احنا عاملين عليها، والجزء الثاني هو جزء الكابتن. خلينا كده بس نبدا ونستعرض جدول الماتشات اللي جايه بالنسبه للفرق، وايه الفرق اللي نشوف ان جدولها هيكون سهل شويه. ونشوف كده قدامنا دلوقتي جداول الماتشات اللي جايه، والفرق تقريبا بالترتيب اللي عندها سهوله في الماتشات هي سيتي وتوتنهام، وبعديهم برايتون، وبعديهم كمان نيوكاسل. حطيت نيوكاسل في الاخر طبعا عشان نيوكاسل اخر 4 ماتشات خسرهم، وفي الاخر 4 ماتشات دول ما دخلش غير 5 جوان بس. صحيح الفرقه في مستوى متذبذب، بس ممكن مع الماتشات السهله دي اللعيبه يرجع تاني مستواه يتالق. بالنسبه طبعا لنيوكاسل فاللعيبه اللي احنا عانينا عليها فممكن طبعا جوردن، وممكن طبعا تريبيه، وممكن ايزاك. يعني الاسامي تقريبا ما فيهاش حد جديد. هنشوف بس السيتي وتوتنهام دلوقتي على جنب عشان نتكلم عليهم في الماتشات المستهدفه، بس خلينا برضو نتكلم مع برايتون بعد الجوله اللي جايه دي الماتشات هتكون سهله جدا. الجوله اللي جايه صحيح هيلعبوا لوتون بس على ملعب لوتون، وملعب لوتون بيبقى رخم شويه عليه، عشان كده قلت برضو جدولهم هيبقى اسهل من بعد الجوله اللي جايه. طبعا برايتون مع جاب مثلا لعيبه زي ميتوما وجاب ادينجرا عشان كاس الامم مثلا او كاس اسيا او كده، فاللعيبه دلوقتي او اللعيب الهجومي المتالق هو باسكال جروس، هو احسن لعيب فيهم. باسكال جروس بسعر 6.5 مليون بس، ومسجل كمان 3 جوان وعامل 6 اسيستات الموسم ده. اما بالنسبه لخط الوسط ففي طبعا جاو بيدرو مسجل رقم غريب شويه، عالي شويه بالنسبه للعيب في برايتون، مسجل 18 جون الموسم ده في كل المسابقات، وكمان معاه ضربات الجزاء، بحيث ان هو الموسم ده مسجل 9 ضربات جزاء في كل المسابقات، وده رقم طبعا جامد جدا، وده يوضح اصلا ان برايتون بيحصلوا على ضربات جزاء كتيره، فعنده فرصه ان هو ممكن يسجل. ده غير طبعا ان سعره 5.5 مليون بس، فطبعا سعره برده لقطه. انا اصلا جاو بيدرو كان عندي في فترات كتيره من الموسم كنت معظم الوقت بسيبه احتياطي، ولو في ماتش سهل بحطه، وساعات كده كان كل كام جوله بيتالق. فده لو مثلا انت عايز تجيبه كمهاجم ثالث عندك تنزله في الماتشات السهله، وفي الماتشات الصعبه تحطه على الدكه. وبالنسبه بقى لعنصر دفاعي من برايتون طبعا مفيش غير حبيب قلبنا كلنا السوبينيان، اللي كان متالق جدا وكان تنين مجنح في اول الموسم، بس للاسف الاصابه بعدته كتير وحرمتنا منه كتير، بس السوبينيان دلوقتي رجع وبدا يتالق من اول وجديد. اضافه طبعا ان السوبينيان اصلا من ساعه ما رجع بقاله في ال3 جولات اللي فاتوا جاب بتاع 20 نقطه وسعره بتاع 5 مليون، فيعتبر سعره معقول جدا. خلينا دلوقتي بقى نخش كده في الماتشات المستهدفه، ونبدا باول ماتش في الماتشات وهو ماتش السيتي ضد بيرنلي. اللي يخلي الماتش ده بقى علينا عليه طبعا غير ان هو السيتي هيلاعب بيرنلي، كمان تصريح جوارديولا اللي قال ان هو ممكن يدي بعض الدقائق لايرلينج هالاند في الجوله اللي جايه. طبعا كلام جوارديولا احنا زي ما احنا عارفين هو مش مضمون، بس بنسبه كبيره يعني هالاند كمان صور نزل في التدريبات، عارف ان صور نزل في التدريبات قبل كده بتاع 20 مره قبل كده وما لعبش، بس لا يعني الماتش الجاي بنسبه كبيره ممكن هيلعب، خصوصا ان هو ماتش يعتبر سهل ضد بيرنلي، وخصوصا كمان هالاند يعني ممكن ما يكونش اساسي، بس ممكن حتى ينزل كاحتياطي وممكن كمان يتالق. وطبعا بقى غير هالاند في بقى المعلم التاني يعني الكبير بقى بتاعهم كيفن دي بروين. احنا عارفين ان جوارديولا بالنسبه للاصابات بالنسبه للعيبه الكبيره اللي عنده زي هالاند وزي دي بروين، جوارديولا بيبقى يعني صابر عليهم زياده عن اللزوم جدا، ان هو مش عايز ينزلهم غير وهم 100%. شفنا دي بروين قبل كده كان لاعب في كاس، شفنا دي بروين قبل كده كان نزل في الماتش بتاع نيوكاسل اللي فات اللي قلبه وجاب جون وعمل اسيست، بس برضو ده مش حاجه مؤكده 100% ان هو هيلعبوا الماتش الجاي بشكل اساسي. فبرضو دي بروين يعني هالاند ودي بروين طبعا لو لعبوا الماتش الجاي هيبقى يعني لازم تلعبهم، واكيد بنسبه كبيره جدا هيتالقوا، بس لو ما لعبوش هيبقوا احتياطي، وبنسبه كبيره طبعا هياخدوا فرص، وطبعا دي بروين فرص ان هو ينزل طبعا اكبر من فرص هالاند. وطبعا غير كده بس عشان في حاجه كنت نسيتها، ان السيتي انا ليه مركز مع لعيبتهم قوي كده، يعني حتى دي بروين وحتى هالاند لو انت مش عايز تشتريهم دلوقتي برضه ممكن تشتريهم الجوله الجايه، عشان السيتي عندهم دبل في الجوله ال25 هيلعبوا فيه تشيلسي وهيلعبوا فيه برينفورد، فدبل طبعا مع كذا عنصر هجومي من السيتي يعني ممكن الدنيا تولع معاك. طبعا بعد دي بروين وبعد هالاند فطبعا هنشوف دوكو هنشوف فودن، الاثنين طبعا يعني واضح جدا ان هم متالقين الموسم ده، خصوصا فودن في الفتره اللي فاتت كان متالق بشكل اكبر،
وكمان دوكو واضح جدا وجوارديولا مقتنع بيه اكتر من جريليش، فبرضه طبعا مع دي بروين ان هو يلعب جنبهم هيدي الاثنين فرص رهيبه. بس برضه لو انت مصمم عايز تجيب عنصر دفاعي من السيتي فانا هقول لك على كايل ووكر. كايل ووكر هو اللعيب الوحيد المدافع الوحيد في مانشستر سيتي هو اللي بدا ال 20 ماتش اللي فاتوا. تاني ماتش من ماتشات المستوى هو ماتش ويست هام ضد بورنموث. طبعا بورنموث الفتره اللي فاتت كان فيه تألق غير عادي من سولانكي وفي ناس كتيره جدا بقى معاه في تشكيلاتهم، فطبعا لو عندك سولانكي برضه الماتش ده ممكن تلعبه عادي جدا. اما بالنسبه بقى لويست هام فطبعا محمد قدوس بقى حبيبنا دخل فينا جونين لسه في كاس الامم، اكيد هيرجع مع ويست هام واكيد هيكون جاهز للماتش زي ده. وطبعا قدوس كان متألق جدا قبل كاس الامم في الفانتازي، فمتوقع جدا ان هو يكمل نفس تألقه. وطبعا ويست هام برده ممكن تجيب بوين، ويعني هم دول اللعيبه ممكن تجيبها من الماتش ده. وثالث بقى ماتش معانا من الماتشات المستهدفه هو ماتش شيفيلد ضد كريستال بالاس. ماتش زي ده في ارض كريستال بالاس، فمتوقع جدا ان كريستال بالاس يعني ده بيلعب شيفيلد، فمتوقع جدا ان هو يعني يتألقوا كمان ممكن يحققوا سكور، خصوصا بقى ان لسه نازل في المؤتمر الصحفي ان مدرب كريستال بالاس قال ان اوليزي هيكون جاهز للمشاركه في الماتش ده. فطبعا من كريستال بالاس هو ايزي واوليزي، ولو عندك اندرسون المدافع بتاعهم فهي دي اللعيبه ممكن تجيبها من كريستال بالاس ممكن تتألق في الماتش زي ده. ثالث بقى ماتش معانا هو توتنهام ضد برينتفورد. طبعا في الفتره اللي فاتت برينتفورد رجع تاني المعلم الكينج توني من جديد، والماتش اللي فات تألق وهو اللي كسب برينتفورد ضد نوتنجهام اللي لسه متألق جدا بسبب ان جابوا نونو سانتوس. بس برضو توني بيدي روح يعني مختلفه كده بالنسبه لبرينتفورد. وتوتنهام برضو على الناحيه الثانيه جاي خسران ماتش في الكاس، ويعتبر اسوأ ماتش هجوميا لتوتنهام يعني في عهد بوستيكوجلو، خصوصا الماتش ده ضد السيتي. توتنهام ما شاطش غير تسديده واحده بس على المرمى طوال 90 دقيقه. بالنسبه لتوتنهام في نقطه ايجابيه وهي ان ماديسون بوستيكوجلو جربوا الماتش اللي فات لعبوا شويه دقايق. وبالنسبه لماديسون اظن يعني مش نفس مساله دي بروين اللي هو جوارديولا بيخاف عليه اكتر، لا اظن يعني بوستيكوجلو ممكن الماتش اللي جاي يبدا عادي جدا بماديسون. وطبعا مع القرارات الهجوميه الثانيه احنا ممكن نفكر فيها ريتشاردسون، ممكن نفكر في طبعا في تيمو فيرنر، بس تيمو فيرنر حاليا بيلعب كجناح اكتر، بس طبعا ممكن يعمل فرص ممكن بسرعته يجيب جوان ولا حاجه. وبالنسبه طبعا للعنصر الدفاعي هو بيدرو بورو. هو طبعا اتكلمنا عنه كتير قبل كده، بيدرو بورو بقى مرعب جدا هجوميا، فده لعيب العنصر الدفاعي ممكن تجيبه من توتنهام. بالنسبه لبرينتفورد برضو زي ما ذكرت قبل كده ان هو عندهم دبل في جوله 25، لو انت عايز تجيب لعيب مدافع بقى منهم فممكن تجيب طبعا ريجلون اللي لسه رايح برينتفورد قريب جدا، ومتوقع جدا طبعا هو اللي هيلعب اساسي، ممكن يعمل ثنائيه خطيره مع توني. واخر ماتش من الماتشات المستهدفه هو كلته اخير شويه عشان الماتش غلس شويه وهو ارسنال ضد نوتنجهام. الماتش هيكون في ملعب نوتنجهام، وطبعا نوتنجهام دلوقتي معاها نونو سانتوس كان متالق الماتشات اللي فاتت، يمكن الماتش بس الخيش معاه بتاع برينتفورد، بس مازال هو بيلعب برضو كوره خطيره جدا، وكريس وود في فورمه مرعبه ضد ارسنال. طبعا ارسنال يعني متوقع جدا ان هو يتالق، بس برضو ارسنال مفيهوش لعيبه يعني ممكن تركز مثلا على اوزيجارد مارتينيلي جيسوس، بس مفيش لعيب اللي هو في فورمه يعني فظيعه جدا هجوميا. وطبعا الناس اللي عندها ساكا تلعبه، وساكا للاسف بقاله يعني كذا فتره ان هو مفيش تألق فظيع. الماتش اللي فات الارسنال كل اللعيبه تألقت تقريبا غير ساكا، فيعني الماتش ده حطه في الاخر شويه عشان الماتش جلس شويه. ونيجي بقى لاخر جزء في الفيديو والجزء الثاني وهو جزء الكابتنه. ونبدا طبعا في نوعين من الكابتنه، كابتنه الديفرنشال والكابتنه المضمونه. ونبدا طبعا بالكابتنه المضمونه وهو كابتنه ايرلينج هالاند. لو هو هيبدا اساسي مش عارف في تسريبات ممكن تنزل ولا لا، لو ايرلينج هالاند هيبدا اساسي طبعا لازم تكابتن ايرلينج هالاند، مع عودته ممكن يتالق ويعني يرجع بفورمته. بالنسبه للكابتنه الثانيه مضمونه فممكن مثلا تكابتن قدوس عشان هو هيلاعب بورنموث، وممكن تكابتن ريتشاردسون هيلاعب برينتفورد، او تكابتن لعيب تاني من توتنهام انت واثق فيه يعني. بالنسبه بقى لجزء كابتنه الديفرنشال، هي كابتنه مضمونه المره دي مفيش اسامي كتير قوي، بس كابتنه الديفرنشال فيه اسامي كتيره جدا يعني. ممكن تكابتن مثلا ايزي او اوليزي ضد شيفيلد، يعني اظن دي ديفرنشال عشان برضو كريستال بالاس يعني برضو ما اظنش حد هيفكر يعني ان هو يكابتن حد من كريستال بالاس، بس ممكن تضرب جامد جدا. وكابتن مضمونه برضو مثلا ممكن تكابتن مثلا فودن. وكابتن ديفرنشال الثانيه ممكن تكابتن مثلا دوكو، ممكن تكابتن فيرنر. بالنسبه بقى لاخر كابتن ديفرنشال فشايف انك ممكن تكابتن حد بقى من قمه الجوله دي، قمه ليفربول ضد تشيلسي. ممكن تكابتن مثلا جوتا المتالق جدا الفتره اللي فاتت، جايب فورمه عاليه جدا.
اساسي احتياطي، يعني سواء كده او كده بينزل حتى من على الدكه بيتالق وممكن يسجل وممكن يصنع. من تشيلسي طبعا عايز تكابتن حد تشيلسي فممكن طبعا تكابتن اكتر واحد مضمون هو بالمر. ودي كده تكون نهايه الفيديو. احب في الاخر برضو استعرض لكم نسبه الكلين شيت المتوقعه للجوله دي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى تكون ان شاء الله العوده قويه كده، وان شاء الله الجوله دي بدايتها كده تكون جوله لذيذه. اهم حاجه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وجديد ان شاء الله، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.